يرفض دمعة من الألم ويعطي رسالة للتسامح. يقول قد عفينا عن كل شيء. ما المشكلة في هذا؟ إذن المشكلة ليست في الإساءة، المشكلة في التشخيص. لكن عفوا يعني نحن جريدة فرنسية، لماذا نحن مطالبون باحترام قانون أو شريعة دينية أيا كانت؟ والجريدة تعرضت لمحاولة حرق المقر عام 2011 وبعد ذلك الهجوم الإرهابي بالسابع من يناير لهذه السنة ذهب ضحيته قرابة 12 شخص. ما الذي حدث بعد ذلك؟ لأن يبدو أن هيئة التحرير دخلت في عالم جديد إلى حد ما. أنت يعني تم الحديث عنك مؤخرا لأنه هددت بالإقالة تقريبا، تم استدعاؤك من طرف إدارة هذه الجريدة. ما الذي حدث؟ تعرفين أنا أعيش هذه الأحداث من الداخل منذ الهجمات الإرهابية التي قتل فيها زملاؤنا وأصدقاؤنا. يعني أعتقد أن هذه الفاجعة، حادث مؤلم بهذا الشكل، ربما يستغرق عمرا كي نستطيع النسيان. نحن صفحنا عن الجانين، وهذه كانت هي رسالة الغلاف. لكن في الوقت ذاته يعني لا زال الألم يراودنا هل قسمت هذه الأحداث الفريق؟ طبعا قسمت الفريق. أولا قسمت الفريق إلى أحياء وموتى. أما الذين عاشوا، نحن نجد الآن أنفسنا في جريدة هي يتيمة من كانوا يصنعونها فيما قبل، يتيمة أشخاص كانوا يتقاسمون مبادئنا، نظرتنا للعالم، طريقتنا في العمل الصحفي. ثم قد يعني جاءت موجة رهيبة من شتى أنواع الاستغلال السياسي لما حصل في شارلي إبدو. جاءت موجة عارمة من المساعدات المالية، أدرفت على جريدة كانت بئيسة، يعني كانت تعاني فقرا شديدا فيما قبل ولم تتعود يوما على أن تكون جريدة ثرية. المرحلة الانتقالية صعبة، مرحلة انتقالية صعبة جدا. ولكن في نفس الوقت يعني أنا أقول كيف تريدين أن تكون عائلة مهنية صغيرة قد تكبدت حزنا وألما مثل هذا، كيف تريدينها أن تكون على أحسن ما يرام في غضون 6 أشهر؟ هذا ليس ممكنا. ولكن في الوقت ذاته هذا لا يمنع أننا يجب نحن كطاقم شارلي إبدو أن نسهر أولا على احترام ذاكرة موتانا، على احترام عملهم، على أن لا يربح الإرهابيون هذه المعركة، على أن لا نتركهم يضعوا شروط اللعبة بالأسلحة. أمامنا 30 ثانية وسؤالي الأخير. أنت اليوم مهددة بالقتل زينب الغزوي، ما الذي تغير في حياتك بهذه التهديدات؟ الذي تغير هو أنني ربما فقدت براءتي، ولكن لم يتغير شيء. يعني وجهتك، طريقتك للعمل، طريقة تفكيرك لم تتغير، بل بالعكس. عندما تتعرضين لهجمة مثل هذه تتأكدين أنك كنت على طريق الصواب. شكرا جزيلا لك زينب الغزوي على هذا الحوار. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. أعود وألقاكم الأسبوع المقبل. ابقى معنا على فرانس 24. إلى اللقاء.